كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنانة الكبيرة لبلبة في حفل افتتاح دورته ال44، وتم منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر. وفي أثناء تكريمها ذكرت لبلبة إن التكريم جاء في نفس يوم ولادتها، وقالت: في يوم زي ده، يوم 13 نوفمبر، كانت أمي حامل فيا وبتشوف فيلم في السينما، وشعرت بألم الولادة، وكان من الممكن إنها تولدني في السينما. بشكر جمهوري اللي شجعني وانا طفله ولحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي. لبلبة مين؟ يا اختي عمي، لما ابص في الكواليس كنت الاقي والدتي بتشجعني. مفيش مره طلعت على المسرح والدتي ما كانتش واقفه في الكواليس. هقول لكم حاجه، لما كانوا يعلنوا عن مهرجان القاهره السينما تقول لي: يا نونيا انت هتتكرمي المره دي، ميبقاش في نصيب. ترجع السنه اللي بعدها تقول لي: يا نونيا انت هتتكرمي المره دي، انت اكتر واحده اشتغلتي. اسمعي كلامي بس، هتتكرمي. ما اتكرمش. ودلوقتي انا بحقق لها امنيه. وجاء تقييم القاهرة السينمائي للفنانة المتميزة لبلبة تقديرا لمسيرتها الفنية الكبيرة واللي قدمتها خلال السنوات الماضية، وتنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والاستعراض، واستطاعت من خلالها حجز مكانة خاصة لدى جمهورها في مصر والوطن العربي. وعايزه اقول لكم كمان حاجه. انا بشكركم. حسين، انا نسيت حاجه عايزه اقولها. على فكره والدتي كانت حامل فيا وبتتفرج في السينما على فيلم وجالها وجع الولاده. بسرعه لحقوها، لو ما كانوش لحقوها ودوها المستشفى كنت انا هتولد في السينما.